يعني كان في واحد متزوج صار له سنتين ما في الا بيقول لمرته والله عم يكتبوا فيني الصوره. عنين لا يستطيع ان يصل الى النساء. طيب ليش تزوجت؟ من الاساس ما كان لازم تتزوج. فبيقول له مسحور، بيقول له كذا، بيجوا الناس شيخ والله يمكن ساحرينه. ما هو لو في سحرة كنا لما ينالوا المصاري قال يبعثوا الجن يركبوا نتنياهو، يركبوا ترامب، احسن ما الجن عم تركب اولادنا. شو راينا نعم؟ هذا المرأة بترفع امرها للقاضي الشرعي بده يمهله سنه، ولو صبرت 10 سنين بده يمهله سنه. نحن بركي بابا جد يتعالج، بركي مع الربيع مع تفتح الازهار وزقزقه العصافير ضبط معه شيء شغله. المرأة بيسقط حقها اذا الرجل جامعها مره في العمر، ما عاد يحق لها ترفع امرها للقاضي، بس اما لازم يكفيها. ليش بتتزوج؟ ليش بنزوج بناتنا؟ نعم ما معنا نطعميهم. ما واحد نعم زوج بنته قال له تعي لك يابا قبل عرسها بيوم، على ابوكي، على ابو اهلك، على ابو اهلك. ليش يابا؟ قال له بكره بدك تسمعي المسبات كلها، فمشان من هلا تعملي بروفا عليهم ما تتاثري لما تسمعي المسبات. فالزوجه سبحان الله يعني الانسان لما بده يتزوج، الزواج السنه لما الانسان بده يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. مره سالت الدكتور شفته بجامع مقام ال40، جاي لعندي زياره صدفه، قلنا له دكتور تعال اقول لك عمره شي 70 سنه، مشان الله قل لي شو رح يصير معي لما بيصير من جيلك. هي القصه من شي 15 16 سنه. يعني كان الشيخ الرنكوسي رحمه الله تعالى يقول للطلاب بالدرس يا ولدي يقولوا امين، يقولوا امين، يقولوا الله لا يخجلكم بين ايدين نسوانكم. يعني مصيبه الواحد لما بيوصل لهالمرحله وما بيلاقي شيء، مصيبه. نعم. فلذلك قلت له دكتور ان شاء الله تعرف شو، تعال احكي لي. لا بعرفك ولا بتعرفني، مريضنا كلهم كذابين، وهذا بيقول لي كل يوم بتحمم، نحن ما بنتحمم كل يوم، وهذا بيقول لي هيك وهذا بيقول. فقلت له دكتور احكي لي شو رح يصير معي؟ قال لي في استطاعه جسديه بس ما بيتم في رغبه. الرغبه اللي كانت ايام الشباب بتروح. فقال لي حاليا يعني بالاسبوع اللي انا والعيال مثلا نتحمم مره بس بنأدي واجب انه عايشين يعني نحن. وفعلا اجى لبالي اليوم الصبح الدكتور تذكرته نعم بانه في استطاعه جسديه بس ما في رغبه. فلذلك قلت له لعريسنا انه يتقي الله سبحانه وتعالى بزوجته. الزواج مو حلبة ملاكمه. نعم مو والله بتقول له نعم تعال هون شلون ما بيصير السياره ما بيصير تدللها، بس هو لا يدللها قدام زوجته قدام امه، يحط ايده على كتفه قدام امه. نعم هو رايح على الشغل يا رضا الله ورضا المرأة، تأمري شيء بنت عمي انا رايح على الشغل امه عم تسمع، لا بده نعم قدام امه على الرسمي، بس يكونوا لحالهم ياخذ راحته. هلا في نعم بعرف شيخ بعرفه منيح الشيخ، نعم لما بيجي من السفر زوجته بتاخذ شنطاية السفر من ايده وبتبوس ايده قدام العالم كله، بس لما يفوت على بيته وياه يسكوا لحالهم هو ببوس ايده. عيب يعني؟ يعني نتنفخ على بعضنا؟ هاي هي نعم يعني واحد عايشين مع بعضهم ومودة ورحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفق بين العروسين، وانه كما وفق بين سيدنا علي والسيدة فاطمة ان يوفق بينهما وان يجمع بينهما بخير، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وبارك عليكم. الله يرضى عليكم. الله يبارك فيكم.